السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي نتمنى يلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نديرو موديل جديد، أو طريقة ديال الفصالة ديال الفستان بطريقة جديدة، شكل آخر باش غادي نطويو الثوب باش نفصلو هذا الموديل هذا. هنايا عندي هذا الثوب هذا عندي فيه متر ونصف في الطول على متر ونصف في العرض، وهذا هو الثوب ديال الخيط. كيف كتشوفوا معايا هنا غادي نطوي الثوب على 4 كيف كتشوفوا هنايا، وغادي شفتوا معايا وغادي نقطع منه، نحسب منه عفوا 32 سنتيم كما واضح امامكم، وغادي نقطع هاد القطعه هذه نخليها غادي نخدم بها من بعد، نخليها جانبا، نقصها ونخليها جانبا ونبداو الموديل ديالنا. تشوفوا معايا الطريقه ديال الطي ديال هذا الثوب هذا باش غادي نفصلوا هذا الفستان هذا. كيف تشوفوا معايا هنا الثوب مطوي على 2، عندي فيه 120 متر والعرض ديالو راه كيف قلت لكم فيه 1.5 متر. هنا مطوي على 2، 75 في 2 هي 1.5 متر. هنا الثوب متني على 2 فقط. هنا غنجي لهاد الجهه هادي غادي ناخذ 22 سنتيم وندير علامه، وغنمشي في الجهه مخالفه لها الجهه اللي من الاخرى، وغادي ناخذ كذلك 22 كتكون جهه مغلقه وجهه مفتوحه، وغادي نشدها بهذه الطريقه هذه. غنشد من هاد 22 و22 الاخرى، وغادي نطوي الثوب ديالي وغيجي بهذا الشكل هذا هكذا. غادي يجيني باش كيفاش غادي نفصل هاد الثوب هذا. نتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه كيفاش درت الثوب. انا دابا كيبان لكم امامكم نفس الشيء الجهه الاخرى، يعني كانت نشد هذيك 22 سنتيم و22 سنتيم اخرى وكنقاد الثوب ديالي. ودابا غادي نفصل الجزئين بهذه الطريقه هذه. كيف كتشوفوا معايا فهذه طريقه اخرى كنت منزلاها في فيديو بهذه الطريقه هذه. فصلت جوب يعني صايا او جوبا، فصلتها بنفس الطريقه. الا كنتو بغيتو حابين تشوفوا الطريقه الفيديو على القناه كيفاش تخدموا بهذه الطريقه كيف خدمت بها جوبا تنوره، غادي نخدم بها هنايا فستان بنفس القصه. كيف كتشوفوا عندي جهه مغلقه وجهه مفتوحه، غادي ننزلهم على بعضهم بهذا الشكل هذا. وغادي ننزل دابا القياسات كيف كتشوفوا امامكم. هنا غادي نقاد الثوب، دائما تيكون ديكالاج بعض المرات في الثوب، من الاحسن نقادوه عاد نبداو الفصاله ديالنا بهذا الشكل هكذا. ثم الان غادي نبداو ننزلوا القياسات اللي عندنا. غندير 7 سنتيم كيف كتشوفوا معايا، انا كاتبه لكم القياسات. فهنا في الكتف درت غير 8 سنتيم لانه غادي يكون فستان بدون اكمام صيفي، يعني كسوه صيفيه. وغادي نقاد هذا الموديل هذا كيلبس الام والال كيف كتشوفوا هنايا. غنوصل بين النقاط، غادي ندير حردة ديال الظهر 4 سنتيم،
بالنسبه للامام غنزل ب11 سنتيم. انا كاتبه لكم القياسات هكذا باش يجيكم سهله بالنسبه اللي ما تعرفش اللهجه ديالنا. اخوة العرب كاين ما تعرفوش الاعداد اللي تنقولوا حنا بالدارجه ديالنا، من الاحسن فكنفضل انني نكتب لكم القياسات كتجي احسن. هنا غادي ناخد الطوله ديال الفستان، وكنفد كنقول لكم دائما كتبقى على حسب القامه ديال كل وحده. بغات الفستان قصير بغاتو طويل، كيبقى اختيار الطول لكل وحده، يعني كيبقى امر اختياري. غادي نقاد هنا الاسفل ديال الفستان، وغندوزو دابا نقصو الموديل بهذا الشكل. بعد ما قصيتو كيف كتشوفوا هنا بالنسبه للخلف لابد غادي نحيد هذيك الحاشيه ديال الثوب اولا لي زياغ، زول نقطعوها نقصوها. هكذا غنكون كملت الفصاله ديال الفستان ديال الخلف والامام. ودابا غادي نرجع ناخذ هذيك القطعه اللي قطعت في الاول، ديك اللي خديت فيها 32 سنتيم، وغنتنيها على زوج، وغادي نقصها بهذا الشكل هكذا. يعني غتعطيني جوج ديال الاشرطه، شريطين فيهم 16 سنتيم في العرض على متر ونصف في الطوله ديال هاد القطع هادو. وهاد القطع هادو كتشوفوا معايا هما اللي غادي ندير بهم الكشكشه في الاسفل ديال الفستان، كيعطي واحد الجماليه، واحد الشكل كيجي غزال. كذلك غادي نديرو في الامام والخلف كيف ما كتشوفوا معايا. غندير الفستان. غادي ندوزو دابا الخياطه. اول حاجه هنا بالنسبه للامام غندير الباندا ديال الصدف. هنا خديت هاد القطعه هذه اللي غادي نديرها ندير فيها الازرار والعين، يعني البوطونيير. غادي نجي هنا للامام وغادي ندير واحد المستطيل في 20 سنتيم في الطول، والعرض ديالو كيكون سنتيمين ونصف. وغادي نقاد هذا المستطيل كيكون في الوسط، غادي نفتحو بهذا الشكل هكذا كيف كتشوفوا معايا. نتمنى يكون واضح لكم. غادي نفتحو بهذه الطريقه هكذا كيف كتشوفوا امامكم. وغادي نمشيو دابا للخياطه باش نشوفوا كيفاش غادي نخدموه. غادي ناخذ هذيك الباندا اللي اختاريت، وغادي نبدا نثبتها بهذا الشكل هكذا. يعني هاد الطريقه هذه كتجي جد سهله في التركاب ديالها او في الخياطه ديالها. بالنسبه للباندا ديال الازرار كتجي جد سهله. نتمنى تكون واضحه لكم، حيت هنا اللون الثوب امبريمي يعني مزوق، ما كتبانش واضحه فيه بزاف. ان شاء الله ندير لكم فيديو قصير فيه الطريقه ديال العمل ديال
هاد الباندا هذه باش تجيكم بطريقه سهله وتجي الطريقه واضحه لكم باش تفهموا كيفاش كيتخدم، لان كيجي ساهل وكتجي زويونه هكا في الفستان، في الفساتين، في لي شوميز، في اي حاجه بغيتو ديروها كتجي زويونه هكذا من الفوق بهذا الشكل هكذا. كيجي شكل مثلث، انا ما بانش كيف قلت لكم حيت الثوب مزوق. وغادي ندوز دابا نفيني هذيك لاباط او الباندا ديال الازرار. كيف قلت لكم كتجي بهذا الشكل هكذا مثلثه من التحت، وغادي نخيطها بهذا الشكل هكذا. هكذا غنكون كملت لهاد الباندا هذه، وغتجي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا امامكم. كتجي بهذا الشكل، كتجي زويونه هكذا في الفستان. دابا غادي ندوزو نخدمو الباقي. هنا غنجي للظهر، غادي نخيطو الوسط، الميليو ديال الظهر غادي يتخيط. من بعد ما خيطته بهذا الشكل هكذا، بعد غادي لابد من اننا نحددو او نصلحو البلاصه اللي خيطنا. وكتجي بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. ودابا غادي ناخذ داك الشريط او الثوب اللي غادي نديرو به لي فرونس او الكشكشه في الفستان. غادي نستعنوا بالماكينه باش نديروا لي فرونس في هاد الاجزاء هذه. كتخدموه بالماكينه اولا ممكن ديروها باليد على حسب اللي بغيتو. بالماكينه كنطلقوا الخيط ديال الطونسيون، تنطلقوه وتنخيطوه باش كيجينا هكذا، كيسهل علينا اننا نديرو لي فرونس. واللي ما عرفت واش تخدم لي فرونس بيدها. وكاين كذلك صباط ديال الكشكشه كيتباع ديال التكميش ديال لي فرونس، كيتباع عند اللي كيبيع لوازم ديال الخياطه. غادي ناخذو ندير لي فرونس بهذا الشكل هذا، وغادي نخيطوه مع الامام ونخيطوه كذلك مع الخلف بهذا الشكل هكذا. من بعد ما خيطته جا بهذا الشكل هكذا كتشوفوا امامكم. يعني خياطته سهله. غادي ندوزو دابا، غادي نخيط الكتف مع الكتف. نخيطو كذلك الجوانب ديال الكسوة او الفستان. فالخياطه ديالو سهله وكيجي غزال في اللبسه، كيجي موديل زويون صيفي ورائع. بعد ما خيطته كيف كتشوفوا كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي لتحت ايفازي كيف كتشوفوا. من بعد غادي دابا ندوزو لا فينيسيون ديال الكول. كناخذ شرائط على شكل بيي وغنفيني به الكول، وكذلك التركيز او حدة الابط.
من بعد ما خدمتهم كيجيب هذا الشكل هكذا كيف ما كتشوفوا. الطريقه ديال البيي خدمتها في فيديوهات كثيره بالشرح المبسط كيفاش الطريقه كنخدموا هذا البيي. هذا كيجي غزال وكيجي مفيني في اللباسي هذا الشكل هكذا. وندوزو دابا نديرو لوغلي ديال الاسفل ديال الفستان على سنتيم. نديرو اللوغلي كامل. وبعد ما كملتها جات بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا كيجي فستان رائع كيف ما كتشوفوا معايا. دي فرونس كيعطوه حتى هو كيعطوه منظر زويون. غيبقى لي دابا ندير الازرار. من بعد ما كملتو في الخياطه كيف ما تبعتوا معايا طريقه الفصاله والخياطه جا الموديل ديالنا بهذا الشكل هذا كيشفتوا معايا درت له الازرار. وكيجي موديلنا بهذا الشكل كيجي غزال في اللبسه كيجي ايفازي كيجي زويون. نتمنى الموديل هذا يعجبكم وتعجبكم الطريقه ديال الفصاله وتكونوا فهمتوها. ما بقى لي الا نودعكم. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو آخر وفي فكرة جديدة. دمتم في رعاية الله.